كنت نتمنى ربما الفار يجي ويتاكد انه ما ضربه لا بس الفار نبه الحكم لا ترتقي ان تصل الى الفار. انا شايفها اقرب لضربه الجزاء حقيقه، بكل انصاف وبكل حياديه شايفها اقرب لضربه الجزاء، لانه فيها دفعه في الظهر مش في الكتف، فيها دفعه في ظهر اللاعب. صابر، يا اما ان تكون ضربه جزاء او لا تكون. لا يوجد في قانون كره القدم اقرب الى ضربه جزاء منها ابعد من ضربه الجزاء. يا بدر احنا كده بنتلاعب بالالفاظ وخلاص. في 90% لا صابر ما تلعب بالالفاظ. لا بس في 90% من القرارات اصلا ما فيش يا مشي يا ابيض يا اسود. ليش؟ اما ضربه جزاء او ما فيش ضربه جزاء. انت زعلت يعني؟ لا بس عشان انا نعرف. انا عملت لا بس عشان تصل. هذه لا يمكن قطعا ان تحتسب ضربه جزاء. صابر يقول لك اغرب. انا اقول لك لا ده رايي انا. اي طيب في قرارات كتيره جدا بتحتمل وتحتمل ما يقول لك تحسب وما تحسب، بس هي اقرب لضربه الجزاء معناها ان هي ضربه جزاء. يعني هدفي الاهم احنا ايه اللي وصلنا للمرحله ديت، لانه ده درس كبير جدا يجب ان ينتبه للمنتخب المغربي وبقيه برجع لك بتعقب بالك ما تصل الى ركله جزاء نهائيا ولا 1%. رأي مختلفه وحتى الحكم. اذا كنت الحكم أقول ركلة جزاء إذا كان لي الحكم والذي هل وقوع بنسبة الخطأ أم مبالغ فيه؟ نعم كان مبالغ. وهذا لأن أنت قرارك ركلة جزاء ليس قرار فكرة. لو كنت حكما ستحتسبها ركلة جزاء. وليس قرار وأقول المشكلة أن الحكم لا يعود إلى الفار. هذا هو المشكلة. يعني الفار أنهى الجدل لما رفض الحكم أن يعود إلى الفار. هذا هو المشكلة.